وبركاته حبايبنا الكرام في كل مكان. اهلا بيكم. هنتكلم النهارده على الاسقف. ناس كتير جدا بتحاول ان هي تعرف انا عايزه اعمل ايه في السقف عندي، وده سؤال مهم جدا قبل بالذات لما تروح تشطب. انت رايح دلوقتي هتعمل تشطيبات في الشقه وهتبدا ان شاء الله بمشيئه الله كده تبتدي تعمل الديكورات عندك، فعايز تعمل السقف فبتحتار شويه اعمله فلات ولا اعمله جبسن بورد ولا اخليه على وضعه ولا اعمله جبس بلدي ولا اعمل طينه يابانيه، ولا في افكار كتير جدا جدا في السقف، وفي حاجات مودرن وفي حاجات كلاسيك، فبيبقى في شويه حيره. طبعا الحيره دي بتيجي ان شاء الله لما يكون معاك فلوس، لو معكش فلوس خلاص ما تحتارش يعني، ودي حاجه ميزه للي معهوش فلوس. ولكن خلينا ناخد انواعهم بالتفصيل بدرجاتهم. ايه احسن درجات ينفع ان انا امشيها عندي في السقف، ايه احسن اشكال ينفع ان انا امشيها مع الفرش ومع الليله اللي عندي دي تبقى متناسقه ومتماشيه ومديه اللي انا عايزه. نعرف اصلا ايه هي وظيفه السقف عندي، هل هو مكان للديكور اصلا ولا ده عامل من ضمن العوامل كتير جدا اللي بتكمل الصوره الكامله. طيب ايه هي انواع الاسقف اللي انا ممكن اعملها؟ لو بنتكلم على شقه عاديه جدا فانا عندي 3-4 انواع. اولهم طبعا هيبقى هناخدها كده من تحت لفوق، هيبقى اللي هو المصيص او الجبس العادي، ولو في مثلا كورنيشه جبس معموله ده بيسموه الجبس البلدي اللي هو التقليدي بتاع زمان جدا، اللي هو الكورنيشه، والكورنيشه دي بتتبتن مثلا وبيتعمل فيها الكلام ده الشكل بتاعه. طيب ايه احسن شكل يتعمل بيه؟ احسن شكل ان حضرتك بتخلي الزيرو بتاع السقف لو مستوى السطح نفسه ده لونه ابيض، ولو عندك شغل كرانيش او جبس او كده بتعمل حاجه اسمها تبتين اي جليز، انت بتعتق الرسمه اللي فيها عشان تبان. طيب انا شفت اشكال كتير جدا، ولكن كل ما الحاجه بتاخد الوان كتير كل ما بتبقاش حلوه قوي، بتبقى اوفر شويه. طيب ايه احسن شكل ليها؟ ان انا اعملها درجه ساده غاطس وبارز نفس الدرجه بالظبط، بعد ما بتن هيدي شكل رائق وجميل جدا. وزي ما قلنا ان مفيش الوان غلط، يعني مفيش الوان وحشه، هي الفكره ان احنا بنحط الوان بزياده في اماكن مش بتاعتنا. تمام. طيب يبقى ده اول شكل. تاني حاجه وهو الجبس او الجبسن بوردو، طبعا ده يعني غني عن التعريف. في طبعا منه انواع بس دي مش حتتنا في الكناو، في مش عارف ايه، في حاجات انواع كتير جدا مش حتتي دي. انا عايز اقول لك شكله هيبقى عامل ازاي وهيناسب عندك ولا لا. في بس ملحوظه نقولها شويه في الجبس البلدي ان هو بيناسب اكتر طبعا الذوق الكلاسيك، دي ما فيهاش فصال يعني. تاني حاجه الجبسن بورد، وبيمشي مع الكلاسيك ومع النيو كلاسيك ومع المودرن، عشان كده هو الاكثر انتشارا. طيب هل ينفع ان انا اعمل مثلا جبسن بورد عندي بيت نور وبعد كده اعمل جزء ساقط في النص وبعد كده ادي دي لون ودي لون ودي لون؟ مش هقول لك الكلام ده مش حلو ولا وحش ولا مش عارف ايه، ولكن هقول لك ابتدت الموضه بتاعته تبطل، ابتدى الناس خلاص يعني ادراكهم يبقى اكتر من كده وفاهمين ان وظيفه السقف هنا مش منظر ديكور. انا مش هنام على الارض وافضل ابص على السقف، انا عندي الديكور خلاص في الحيطه هو مرمى البصر بتاعي. السقف هنا وظيفته ان هو ريلاكس، حاجه عامل مساعد عشان يبين لي الدنيا دي كلها. انا مش هفضل باصص في السقف، مش عايز ديكور، مش عايز زحمه، بيزحم الدنيا جدا. ولكن لو انت عامله فهو في وقت ما انت عملته كان موضه وكان حلو وكان جميل وكان يعني واو، ولكن دلوقتي الناس بتميل للهدوء وبتميل للحاجه تبقى سيمبل شويه وديكوراتها تقل. طيب ده كده انت كده بتتكلم بشكل عام، احنا عايزين نعرف تفاصيل. طيب لو انا هعمل جبسن بورد، دايما انا بقول لك الحاجه واقول لك الحل بتاعها ايه. لو انا هعمل جبسن بورد ايه افضل شكل ليه؟ عندك حاجتين، يا اما بتعمل بيت نور اللي هو للناس اللي مش فاهمه يعني حاجه كده بتبقى اللي هو بنورك انك مبروز الريسبشن مثلا كله، بتحط فيه ليد من جوه وبارك الله فيما رزق، واللي في النص ده كله بيبقى فلات. ده كده بالنسبه للشكل الهادي السيمبل. في ناس ما بتعملش كده، في ناس بتعمل الكلام ده بالذات في الغرف وحاجات زي كده، وتعمل فراشه وورده وزرعه والحاجات دي. طيب ايه احسن الوان ممكن اعملها لو هعمل الجبسن بورد بالشكل ده؟ احسن الوان ان حضرتك مثلا لو انت واخد درجه فاتحه في الحوائط فبتاخد الدرجه بتاعتها من نفس اللون، من نفس روح اللون، وبتعملها مثلا في البلانكه او بيت النور ده بدرجه اغمق شويه عشان افضل او ابتدي احس بلون الحوائط. تمام. ده كده. وفي الزيرو بتاع السقف ده بيبقى ابيض شطف نظيف خالص، ابيض صريح هنا عشان الاضاءه طبعا وعشان اقدر ان انا يهدي لي الدنيا شويه. ده من افضل اشكال الجبسن بورد لو انا هعمله. دي
تاني حاجة، طيب لو انا هعمل بقى لا جبسن بورد ولا جبس بلدي وحابب ان انا اعمل شغل ريتش عالي جدا، وبرضه انا مش بخاطب كل الناس، بخاطب فئه معينه. لو عايز تعمل ريتش عالي، في طبعا اشكال لا غنى عنها كتير. في ناس دلوقتي بتدخل الخشب الطبيعي او الوايت بورد بديل الخشب في الاسقف بالذات في الغرف. في ناس بتعمل الكرانيش الفيوتيك، ودي بتبقى سيمبل وشيك جدا، وانا افضلها لك بصراحه. ان انت تعمل مثلا بدل ما تعمل جبسن بورد كتير قوي ومش عارف ايه، لا انت ممكن تاخد كورنيشه معينه في فيوتيك مثلا وتعملها داير ما يدور السقف كله، ووزره او سره في النص، خلاص شكرا، خلاص الدنيا كده هاديه سيمبل بسيطه جدا. ايه افضل او احسن درجات ممكن اعملها في الاسقف وتدي شكل هادي جدا؟ احسن درجات لا غنى عنها ولا مجال غير درجات الاوف وايت. درجات الاوف وايت بتبقى شيك جدا جدا في السقف، وبتديني مساحه ان انا اقدر اغمق في الحواض، لان انا غالبا لازم تبقى يعني الوان الحواض اغمق من الوان السقف. فلو انا غمقت الوان السقف هضطر ان انا اطلع بالليفل في الحوائط، فهغمق الدنيا جدا، فابتدي افتح في الفرش وانا عايز الفرش غامق، فهخش في دايره كده يعني صعبه شويه. فبنريح تبقى في السيف زون، انت السقف عندك يا ابيض يا اوف وايت. طب ايه احسن درجه اوف وايت؟ ما انت قلت لنا قبل كده ان في 100 درجه اوف وايت. احسن درجه اوف وايت بتطلع بصراحه، بيطلع شكلها شيك جدا جدا، درجه اسمها الايج وايت، اكيد شفتوها او انا كنت نزلت عنها فيديوز قبل كده وراجعتها. درجه اوف وايت من احسن الدرجات اللي تقدر تعملها مع الفانيليا لاتيه، تقدر تعملها مع درجات اللاتيه كلها، الوان الموكا تقدر تعملها مع البيجات كلها. طيب لو انا عامل الليمستون او عامل الوان جراي او عامل الوان زي كده، في عندك درجه زي توايلايت ممكن تعملها، وفي 99 زو 4، وممكن تعمل الريفليكشن بتبقى حلوه جدا جدا عندك في الاسقف. وهو ده يعني انت كده في الحته الصح، يعني مش هقدر اقول لك اكتر من ان انت كده هتبقى في الحته الصح بالنسبه للاسقف. في اخر نوع بقى يعني خلاص ابتدى خلاص بقى يهبط خالص، حته الطينه اليابانيه، حاجه كده ماده بتتعمل كده بس مع الوقت اثبتت الحمد لله فشلها، فمحدش يعملها يا جماعه عشان فعلا مش مقاومه لاي حاجه. لو انت عندك شويه رطوبه تلاقي السقف كله بينزل بيك. في حته اخيره كده برضه هنتكلم عنها، وهي حته الامان. الجبسون بورد مش امان 100%، بتحصل ساعات فيه مشاكل كتير جدا وتحصل فيه كوارث، غير ان هو اوفر كوست عالي جدا اصلا في الفتره دي. انت لو شفتوا الاسعار يعني ما شاء الله هتتصدموا جدا في اسعار الجبسون بورد بالذات، سواء خامات او مصنعيات. فانا ليه اصلا يعني انت متخيل انت بتدفع فلوس زياده عشان تعمل ذوق اقل؟ يعني انت المفروض بتدفع فلوس زياده عشان بتعلي الريتش وتعمل حاجه واو ومش عارف الكلام. انت بتدفع فلوس زياده وتروح تعمل مكتبه جيبسون بورد بالشيء الفلاني ومش عارف ايه وتنطر وتظبط. فالموضوع بقى اهدى من كده بكتير جدا جدا جدا. طيب دي كده كانت ملخص. انا برضو يعني معلش انا عارف ان انا ممكن بتكلم بسرعه شويه، بس انا عايزك تلم اكبر قدر من المعلومات وانت رايح تعمل مرحله الاسقف. انا عارف ان معظم الاسئله هتبقى تقول لي طب انا دلوقتي مثلا عملت لون ايه، اعمل لون ايه في السقف، مش عارف عملت ايه. انا عايزك انت اللي تنسق بنفسك، انت اللي تنسق بنفسك. انا دلوقتي اهو بالعقل كده انا عامل درجه زي درجه فانيليا لاتيه، او عامل اي درجه من درجات اللاتيه عامه. خلاص يبقى كل درجات الاوف وايت اللي على بيج، كل درجات الاوف وايت اللي فيها كسر اصفر، هي دي اللي هتمشي معايا ومتناسقه اكتر. احترت خالص اعملها ابيض صريح شكرا. طيب عامل درجه من الجري او الجريج او حاجات زي كده، خلاص يبقى انا هعمل درجه من درجات الجريج الفاتح او الجري الفاتح اللي هي ريفليكشن او توايلايت او تايمليس، برضو بتمشي حلوه جدا في الاسقف. لو دخلنا الغرف، ايه افضل او احسن درجه او ايه افضل قصدي شكل ممكن اعمله في الغرف؟ طبعا معظم الناس بتعمل جبسون بورد وتظبط الدنيا في الريسبشن وتروح في الغرف تدي كورنيشه والسلام عليكم ورحمه الله. فعلا الغرف بالذات يا جماعه حاول تقلل فيها على قد ما تقدر مساحه الجبسون بورد بتاع الاسقف. ليه؟ دلوقتي انا الغرف دي وظيفتها ايه؟ هل هي مكان انا هقعد اتعايش واتماشى فيه، ولا يعني لو غرفه نوم ماستر فانا هروح انام، مش هعمل مفيش اي نشاطات ممكن اعملها في غرفه النوم غير ان انا هنام؟ دي حاجه. لو غرفه اطفال فهتبقى للعب ومش عارف ايه والمذاكره والكلام ده كله، فبرضه مش المكان اللي انا اقعد واظبط وهندل في الدنيا قوي. فيكفي ان انت يعني تروح ناحيه يعني سنبلها سنبله كده، خليها هاديه جدا. كفايه جدا كورنيشه بسيطه سواء جبس او فيوتك، اعملها مع لون هادي وساده شكرا. عيش في الفرش براحتك زي ما انت عايز، غمق العب زود براحتك خالص، طالما انت مهدي الدنيا اصلا عندك في الحواض. في نوع معلش ساقط مني نسيت اتكلم عنه، وهو الفلات. الفلات ان انا بعمل جبسن بورد عادي تمام. لو
السقف عندي فيه مشاكل او كده، فانا بعمل عندي جبسن بورد، ولكن لا في حاجه بارزه ولا في حاجه غطسه، هو كله حته واحده. وبعمل فيه زي بروفايل ليد اللي هو المتنور ده كده، بيدي شكل برده حلو في الاضاءه، مع مثلا ستيل او حاجات زي كده بتدي، ده الريتش عالي جدا. ده بقى المودرن، الحاجه اللي هي حلوه جدا جدا ممكن تقدر تعملها، بيبقى كله حاجه حته واحده وبيدي شكل هادي. ما كانش فخلاص، فانت ما تعملش اي حاجه، بتقفل بس على الحواط، والسقف كله بيبقى ساده عندك اللي هو الجبس العادي بتاعنا، فبيدي برضو شكل لطيف وظريف. وهو ده بقى خلاص اللي بقى ماشي اكتر دلوقتي، والناس بتميل ليه بدرجه كبيره جدا. اسف على الاطاله، وعارف ان انا طولت عليكم، ولكن بحاول على قد ما اقدر ان انا الم لك اكبر قدر من الداتا في دماغك، عشان تقدر وانت رايح تاخد قرار في موضوع الاسقف تبقى على الاقل عارف تفرق بين الانواع، على الاقل عارف ده هيوديك لحد فين. ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعتنا أول بأول، محدش هيستفيد أي حاجة غير حضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.